في حاجة بيسموها رانرز هاي يعني انت لما تيجي تصطبح وتعمل دماغ هاي، ورانرز الناس اللي بتجري. الدراسة دي أكدت الكلام ده بقى. لحد امتى هفضل اصارع الاكتئاب وانا في العشرينات؟ هل في تمرينات؟ ده الكومنت اللي جالي على الفيديو الاخير وخلاني اسال نفسي سؤال: هل فعلا في اشتراك جيم او تمرين او اي حاجه من الحاجات دي ممكن تعالج الاكتئاب؟ والاجابه هي ان انا لقيت كذا بحث بيؤكد ان في ناس كتير عرفت انها تعالج الاكتئاب بتاعها من غير ما تضطر انها تلجأ او تاخد الحاجات مضادات الاكتئاب، الادويه اللي بتاثر على كميه المخ والحاجات دي. الناس دي من خلال التمرين عرفت انها تعالج الاكتئاب بتاعها، ودي حاجه فرحتني. كمان ان انا شاب جيم بقضي كل حياتي في الجيم، والصراحه صاحب الجيم المفروض يعني بدل ما كل سنه بيجيب لي ورقه نمضيها بتاعه العقد الاشتراك السنوي، المفروض يديني استمارة تبني ويتبناني ونخلص انا هناك كده كده كل يوم. المهم قبل ما ندخل في الفيديو احب اقول لك اهلا بيك واشرح لك الفيديو ده هيمشي ازاي. هل انت فعلا عندك اكتئاب؟ هو دي اول حاجه هتكلم فيها. ولا انت عندك نقص في فيتامين معين او حاجه انت لو خدتها بعد اسبوع هتنسى كل ده؟ عشان دي حاجه انا مريت بيها. والنص التاني من الفيديو هتكلم فعلا يعني ايه اكتئاب وايه علاج الاكتئاب بقى. في حاجات في الجسم، فيتامينات اغلبها وهرمونات، لو انت الحاجات دي عندك واطيه هتديك اعراض شبه اعراض الاكتئاب. اللي هي ايه؟ اللي هي تحس ان انت على طول مدون، عندكش طاقه، ما عندكش شغف او حماس لاي حاجه كنت بتحبها، سواء مثلا صحابك، سواء صاحبتك، القهوه، التمرين، الشغل، الجامعه، مش فارق لك اي حاجه. على طول عندك كسل غير مبرر، على طول سرحان، قاعد على الكنبه ما بتقومش. يعني انت تحس ان ده اكتئاب، هو فعلا شبه الاكتئاب جدا، بس هو مش اكتئاب. ده ممكن يكون حاجة من 5 6 حاجات هنقولهم دلوقتي. اول حاجة، ودي حاجة انا مش هتكلم فيها كتير، التستوستيرون. التستوستيرون بتاعك لو واطي فانت هيبقى عندك كل الاعراض دي. الحل ايه؟ انا مش دكتور، بس يعني غالبا ده هيبقى الحل، واستشير دكتورك يعني. انزل اعمل واحد تحليل تستوستيرون في اي معمل جنب البيت، بيبقى تحليل دم، بياخدوا عينه صغيره، النتيجه بتطلع اخر النهار او بتطلع تاني يوم. لو التستوستيرون بتاعك اقل من الرينج الطبيعي، او هو في الرينج الطبيعي بس واطي قوي، فاصبح ان انت شاب مثلا 20 30 بس التستوستيرون بتاعك كانك عندك 70 او 80 سنه، هيجيلك كل الاعراض دي. الحل ايه؟ الحل انك تشوف الفيديو اللي انا عملته اللي هو بتاع التستوستيرون، عن طريق انك هتعمل شويه تمارين، شويه تغيير في نظام الاكل. التستوستيرون بتاعك هيعلى كتير جدا 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 عشان هو في الارض، فانت تحس بفرق ما بين السماء والارض. وده فيديو كامل انا عملته عشان دي كانت حاله من الحالات اللي انا كنت فيها. ده موضوع التستوستيرون. تاني حاجة، ودي حاجة برضو كبيرة قوي الناس ممكن تبقى مش واخدة بالها منها، فيتامين دي او فيتامين د. هو اشبه بالهرمون اذا ما كانش هو هرمون، بس احنا بنقول عليه فيتامين. انا بشرح الحتة دي عشان تبقوا فاهمين هو قد ايه ليه ايفكت او ليه تأثير قوي قوي على الجسم. فانت فيتامين د او دي لو عندك واطي في جسمك تحس بكل الاعراض دي، يصاحبها شوية اعراض تانية زي مثلا ممكن تحس وجع في المفاصل، مش عارف ايه، حاجات خاصة بفيتامين دي شوية. ايه مصدر فيتامين دي؟ الشمس. فانت مثلا لو شخص ما بيطلعش في الشمس كتير، قالب يومك، انا مثلا كان عندي برضو الموضوع ده، بشتغل طول الليل ساعات وببقى نايم الصبح، فما بطلعش للشمس وانا ما بحبش الشمس، فاصبح ان انا عندي نقص في فيتامين دي. فعملت نفس الموضوع برضو، حللت فيتامين دي لقيته واطي جدا 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 جدا، ورحت الصيدلية خدت حقنة فيتامين دي. خلال 10 أيام أسبوعين أنا فرقت فرق رهيب. الإنسان اللي كان قاعد مش قادر يقوم بقى إنسان تاني. فدي حاجة نخلي بالنا منها برضو ممكن تحلل وتشوف ايه الطريقة الصح، مش أي حاجة تنزل تاخدها من الصيدلية حقنة وبتاع ومش عارف ايه. ممكن برضو تستشير دكتور يعني. حاجة كمان ممكن تأثر على حاجة في المخ اسمها النيورو ترانسميترز أو الناقل العصبي اللي في الدماغ. علشان في تعريف الاكتئاب ذات نفسه بقى، ودي الحته اللي هتكلم فيها بعدين يعني، قد يكون النيورو ترانسميترز دي او الناقل العصبي ده مش بيؤدي غرضه باحسن كفاءه. يعني ممكن يكون مثلا في التهاب شويه من كتر الاسترس، من كتر الشغل، او من سبب نقص حاجات زي الاوميجا 3. فانت لو عندك نقص في الاوميجا 3 ممكن الناقل العصبي ده ما بيعملش شغلانته كويس، فيصبح عندك اضطرابات في المود. عشان هو تعريف الاكتئاب ان هو مود، يعني حاجه ليها علاقه بالمزاج، ديس اوردر، يعني هو خلل في الحته دي، خلل في المزاج وكده.
فانت الحاجة اللي بتوصل بقى جوه الدماغ الحسيس والحاجات دي لو مش شغالة كويس او فيها التهاب شوية بسبب حاجات كتير او نقص او هتحس انك دخلت في المود الاكتئاب ده. فاوميجا 3 اللي هو سمك، اغلبه يعني موجود في السمك او السبلمنتس او بعض المكسرات. وحاجة كمان مهمة قوي برضو البي فيتامينز. البي فيتامينز دي اللي هي الفيتامينات بي 12 وبي 9 او برضو بنقول عليه الفوليت. طيب الاتنين دول برضو مهمين في ايه؟ من غير ما نكبر بمواضيع، برضو نفس اللي هي النيورو ترانسميترز او اللي هي الموصلات العصبيه، وحاجه اسمها الهوموسيستين. دي كلها حاجات في المخ يا جدعان، الهدف منها يعني ان هي بتاثر على الكيماويات او المواد اللي جسمك المفروض يفرزها، فما بتفرزش هرمونات ليها علاقه بالسعاده والمود والمزاج زي مثلا الدوبامين والسيروتونين. الحاجات دي لما يبقى عندك فيها نقص ما بتفرزش الكيميكالز دي في دماغك، فتدخل في نفس المود الاكتئاب ده. بس فالحاجات دي باختصار شديد لو انت عندك فيها نقص، انت غالبا ممكن تحس ان انت عندك اكتئاب، مع ان انت فعلا ما عندكش اكتئاب. لك ممكن تاخد حاجات دي تابلتس في الاول او حقن تديك ليها زي النطه الاولانيه، بس انك تحس انك انسان تاني وعارف تعيش وتتعامل وتشوف الحياه. وبعدين ممكن نبتدي بقى نظبط الاكل مش عارف ايه، بس نخرج من الحته دي الاول يعني. وطبعا يعني استشير دكتور والحاجات الحلوه دي. النص التاني من الفيديو بقى هتكلم على لو انت فعلا عندك اكتئاب، طب الحل ايه؟ ماشي. اول دراسة لقيتها، وانا هتكلم برضو باختصار وكلام بلدي كده، اللي عايز يشوف الدراسة كاملة هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. الدراسة دي تعتبر جديدة شوية، اتعملت بعد الكورونا وكانت بتتكلم على الاكتئاب وخصوصا الاكتئاب بعد الكورونا ومش عارف ايه. المهم يعني بتتكلم عن حاجة اسمها البي دي ان اف. ما هو البي دي ان اف؟ مش مهم نعرف ما هو البي دي ان اف غير ان هو حاجة في المخ بتساعد، يعني حاجة لما بتتفرز في المخ بتساعد على تحفيز الهرمونات زي السيروتونين والدوبامين، ودي بتبقى هرمونات مهمة جدا للإحساس بالسعادة وإن الحياة تفرق معاك تاني. يعني أنت مثلا بتعمل مثلا تمرينة حلوة، اشتغلت، كلت أكلة حلوة، بتحس مثلا بانبساط، بتحس بحاجة. فأنت لو مكتئب وما عندك الهرمونات دي واطية، فأنت أي حاجة بتعملها ما بتفرقش معاك، فأنت مش فارق لك تعمل حاجة أساسا. فيعني المهم يعني البي دي ان اف ده يعتبر حاجة مهمة. في نفس الوقت هو بيساعد على الإدراك والفهم والوعي في الحياة، ودي برضو حاجة مهمة للاكتئاب، علشان تلاقي الناس برضو اللي عندها اكتئاب وصلت لمرحلة من اللامبالاة، اللي هو يا ابني طيب انزل الشغل طيب عشان تلاقي تاكل وما تترميش في الشارع. لا مش فارق لي، سيبنا ترمي في الشارع. عندهم نوع من انواع اللامبالاة. فالبي دي ان اف ده بيبقى يعني لو عندك نسبته عالية، ده اللي هم لقوه، لو لقوا ان نسبة البي دي ان اف عندك عالية، فرصة ان انت يبقى عندك اكتئاب اقل بكتير قوي. وطبعا لقوا الاكتئاب اعلى عند الستات، والموضوع بيختلف من الستات على حسب السن برضو. فالناس الستات مثلا اللي كان وصلوا للسن اللي هو انقطاع الدورة وكده، لقوا بي دي ان اف عندهم واطي، فلقوا ان فرصهم اعلى للاكتئاب كده يعني. المهم يعني البي دي ان اف ده طلع حاجة مهمة. طيب البي دي ان اف ده بيتفرز من المخ، حلو. لان لو انت في حياتك العاديه يعني كانسان عادي، 70 ل 80% منه بيتفرز عادي في المخ وانت يعني قاعد ما بتعملش حاجه، شغال انسان عادي. انما لقوا ان في زياده من 20 ل 30% بتتفرز اكتر عند الناس اللي بتلعب رياضه. فكده ابتدوا بقى يكثفوا جهدهم ان هم يشوفوا طب هل لو انا جبت ناس بتلعب رياضه، سواء جيم بتشيل حديد او حاجه هم سموها الايروبيك، اللي هي الحاجات زي مثلا الجري، السباحه، العوم، العجل، الحاجات اللي هي الكارديو شويه بترفع نبض القلب بقى، ممكن الكروسفيت، الحاجات دي يعني. جابوا يعني النوعين دول من الرياضه، وجي قال لك طب لو احنا بقى ركزنا على الكلام ده، هل الناس دي نلاقي عندها البي دي ان اف اعلى، فبالتالي نلاقي ان هم فرصهم في الاكتئاب قلت؟ والحقيقه هم لقوا حاجات اكتر من كده، ولقوا كلام كان بيؤيد كل الكلام اللي انا كنت بقوله في النص الاول من الفيديو. فلقوا مثلا يعني ان الناس اللي بتتمرن البي دي ان اف عندها بيعلى، ده باختصار شديد يعني. ف اللي هي المعدلات او مؤشرات الاكتئاب عندهم بتقل، دي حاجه. وطبعا ربطوا حاجات بالاكتئاب زي مثلا التستوستيرون عندك يبقى قليل، عدم تعرضك للشمس وفيتامين دي، ستريس، ما بتنامش، هرمونات عندك ما بتتفرس، ما بتعرفش تنام، نقص في الفيتامينات، كل الحاجات دي ربطوها بكل الكلام ده. فهم باختصار شديد لقوا ان الناس اللي بتتمرن بانتظام على فترات طويله البي دي ان اف عندهم اعلى، فلقوا ان الاكتئاب عندهم اقل بكتير، او مؤشرات او معدلات الاكتئاب اقل في الناس دي بكتير. دي كانت اول دراسه، وكانت بتتكلم على الجيم اللي هو رفع الحديد يعني الويت ليفتنج، والتمارين اللي هي الايروبيك يعني. الدراسه التانية ودي كانت من اقوى الدراسات، علشان
كان فيها حته كده يعني في الكلور كده وسط الناس اللي بتجري، الناس العداءه اللي بتحب تجري، في حاجه بيسموها رانرز هاي. هاي يعني انت لما تيجي تصطبح وتعمل دماغ هاي، ورانرز الناس اللي بتجري. ففي حاجه كده معروفه ما بينه اسمها رانرز هاي، ان انت لما بتجري بتحس انك عامل دماغ وانك مبسوط وسعيد. حلو حلو. الدراسه دي اكدت الكلام ده بقى، ودي دراسه اتعملت في مايو 23، ما بقالهاش سنه تقريبا. اتكلم وبصراحه ده عنوانها مضادات الاكتئاب ولا الجري كعلاج للاكتئاب، ده عنوان الدراسه. فالدراسه دي جابت 140 واحد ما بين الرجاله والستات، شخصوهم بين الناس دي عندها اكتئاب وانكزايتي ديس اوردر، وقالوا لهم انتوا في منكم هياخدوا ادويه اكتئاب، مضادات للاكتئاب، وهتقعدوا في البيت لمده 4 شهور وهنتابعكم مش عارف ايه وبعدين نشوف. وفي منكم مش هنديهم ادويه، بس احنا هنخليكم تنزلوا تجروا على الاقل مرتين في الاسبوع وسط ناس، يعني اللي هو الناس بتنزل تجري سوا كنوع من انواع التمرين. وطبعا كان تمرين متقاس بس كان جري. اللي لقوه في الاخر بعد ال4 شهور ما خلصوا، لقوا ان المجموعتين وصلوا لنفس نسبة التعافي من الاكتئاب، سواء اللي خد ادوية او اللي جري. الارقام بقى لقوا ان 44% من الناس اللي خدت مضادات الاكتئاب قالت انا ما عنديش اكتئاب، ولقوا ما عندهمش اللي هي الماركرز او مؤشرات الاكتئاب. و43% يعني فرق 1% بس من الناس اللي جرت قالت انا ما عنديش اكتئاب. فده معناته ان الناس اللي بتجري فعلا، الجري بقى من كتر ما هو بيحفز حاجات وهرمونات في الجسم وكده، اللي هو الرانرز هاي اللي الناس بتتكلم عليه، طلع اهو فعلا ادى الى ان الناس تتعالج من الاكتئاب زي ما تكون خدت مضادات اكتئاب. واخر دراسه انا هتكلم عليها كانت برضو عايزه تشوف الرياضه ضد مضادات الاكتئاب. يعني جبت ناس بتلعب رياضه ما بياخدوش ادويه، وناس مضادات اكتئاب، عايز اشوف مين فيهم هيتعالج من الاكتئاب. وجابوا الناس وقسموهم ل4 مجاميع. مجموعه ادوهم مضاد اكتئاب، مجموعة نزلوهم حتة زي كلاس كده او يعني نزلوهم مكان فيه ناس بقى يلعبوا كلهم تمارين ايروبيك مع بعض، سواء بقى كانت عجل او جري او روينج، جهاز الرو او اي حاجة. وجروب تاني قالوا لهم احنا هنشتري لكم جهاز نحطه لكم في البيت وهتجروا في البيت، مش هتجروا وسط ناس، يعني مش هتعملوا رياضة وسط ناس. والجروب الرابع قالوا لهم انتوا هتاخدوا مضادات اكتئاب، بس الحقيقه ان هم ما ادوهمش مضادات اكتئاب، ادوهم يعني اللي هم بيسموه البلاسيبو، يعني اللي هو بيديه مثلا فيتامين بي 12 ويقول له ده مضاد اكتئاب، ويشوف بقى الشخص ده لما هو يتخيل ان هو على مضاد اكتئاب هل هيشوف نتيجه ولا لا، اللي هو البلاسيبو ايفكت يعني. ففي الاخر بعد 4 شهور وبعد ما الدراسه خلصت لقوا ان 40% من الناس ما عندهمش اكتئاب. طيب كل مجموعة لقوا النسبة فيها كام؟ لقوا طبعا ان اعلى مجموعة كانت الناس اللي خدت الادوية مضادات الاكتئاب، دول كانوا 47% منهم قالوا احنا ما عندناش اكتئاب. والناس اللي كانت بتلعب رياضة وسط جروب، وسط ناس، 45% منهم يعني فرق 2% بس قال لك احنا ما عندناش اكتئاب. والناس اللي لعبت رياضة في البيت 40% قال لك احنا ما عندناش اكتئاب. وفي الاخر بقى الناس اللي كانت بتاخد الادويه وصلوا اللي كانوا بياخدوا اللي هو اللي ضحكوا عليهم يعني، خدوا 31% منهم بس قال لك احنا ما عندناش اكتئاب. فهو في الاخر هنا عايز يقول لك يعني ان الناس اللي لعبت رياضه وسط ناس، يعني كان برضو في يعني تعامل اجتماعي، عشان احنا برضو نعتبر كائنات اجتماعيه، فانت برضو لما تحتك بناس وكده دي حاجه بتفرق معاك. لقوا ان الناس دي تقريبا برضو شافت نفس النتيجه كأن الناس اللي خدت ادويه. ودي الدراسات اللي تؤكد ان الناس اللي بتلعب رياضه كانها بتاخد ادويه مضادات الاكتئاب. فاصبح ان انت لو عندك اكتئاب وبدات تلعب رياضه، احتمالات انك تتعالج من الاكتئاب احتمالات عاليه جدا. واصبح ان انت في الحياه لو ما عندكش اكتئاب بس انت بتلعب رياضه، فرصك للتعرض للاكتئاب اقل بكتير جدا. وفي الاخر انا كفهد ما كنتش مقتنع او مصدق او مؤمن بان في حاجه اسمها اكتئاب لحد ما انا دخلت في حاجه زي كده. ولو انت بتتفرج عليا وعندك اكتئاب فانا هقول لك حاجتين، يعني بس انا مش دكتور، ده رايي انا الشخصي. روح لحد بروفيشنال او حد يمتهن هذه المهنه او دي شغلانته، اسمع منه برضه، هو اكيد ادرى ودارس وافهم مني بكتير. واخيرا وليس اخيرا، لو في حاجه من الحاجات اللي انا قلتها قد تكون حاسسها تقيله على قلبك شويه، او انت مش قادر او فانا هقول لك حاجه هي حقيقيه، بس يعني ما تزعلش مني، اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. يعني ممكن ناس كتير تتعاطف معاك، ناس تحاول تساعدك، بس في اخر اليوم انت الشخص اللي عنده الاكتئاب، وانت الشخص اللي هتعرف تخرج نفسك من الموضوع. فبس ده كل اللي انا هقوله في الاخر. ف اتمنى الناس كلها تكون يعني بصحة وسعيدة،
وبس انا هقفل الفيديو على كده. الفيديو لو عجبك لايك شير وسبسكرايب. لو عندك اي اسئله او اي حاجه سيبها لي تحت في الكومنتات، علشان انا باخد الافكار كتير منكم. او اعمل لي فولو على انستجرام وبعت لي في الدي ام لو عندك حاجه سبيسيفيك او حاجه معينه قوي يعني عايز تسالها لي. واشوفكم الفيديو الجاي.